ايه اللي هيحصل لو اشتريت بفلوس مصريه بره مصر؟ تعال اقول لك على ثغره اقتصاديه وحلها من جوه الجلابيه. اللي حصل ان لقيت عرض على السجاير اللي انا بشربها، لو اشتريت 6 علب هاخد عليهم جهاز مجانا. فيعني بدل ما اشتري سجاير كل يوم هشتري سجاير الاسبوع مره واحده وعليهم جهاز ببلاش. بصيت في جيبي ما لقيتش كارت البنك، لقيت الكارت المصري بس، لان السوبر ماركت جنب البيت فكنت نازل معايا فلوس وورق على قد تمن علبه السجاير بالظبط. فقلت استخدم الكارت المصري واشتري بيه اهو بالمره تجربه عشان اعرف الدنيا ماشيه ازاي. وكانت المفاجاه اول حاجه في خصم نسبه تحويل مبالغ فيها، وبما ان الحساب بالمصري والشراء هنا بعمله اوروبيه قعدت احسب العمله دي بكام في مصر سواء بيع او شراء، لقيت السعر مبالغ فيه، لا هو سعر بيع ولا سعر شراء، دي سعر استقراض. ومع ذلك حاطط لك حد في الشهر لحد 150 دولار تقريبا. اللي استغربت له موضوع الحد ده، سبوبه حلوه عبي يابا ليه حاطط حد؟ ولو جيت عكست المعامله اللي حصلت دي وحولت فلوس من بره مصر لجوه مصر هيواجهك مشكلتين. اول مشكله ان العمله بتتحسب في البنك بسعر ارخص بكتير من قيمتها الحقيقيه، ودي مشكله باينه هدفها المكسب. لكن المشكله التانيه اللي هقولها لك هي اللي ملهاش اي مبرر. ان في يوم كان في شخص اوروبي اقامته انتهت في مصر وقال لي تعالى جاي لي حواله عايزين نسحبها عشان اروح اجدد الاقامه. رحنا على البنك بصوا في الباسبور قالوا له الاقامه بتاعتك منتهيه ما ينفعش تستلم الحواله. طب والحل؟ قال لك يجدد الاقامه وبعدين يجي يسحب الحواله. طب ده هو اصلا جاي له الحواله عشان يروح يجدد الاقامه. قال لك لا دي التعليمات. طيب هي التعليمات دي على عيننا وعلى راسنا، بس مش بيكون لها هدف او بيكون لها سبب بيحمي من ثغره معينه؟ فين الثغره او فين المشكله اللي هتواجهك لو انت سحبت له الحواله باقامه منتهيه؟ المشكله الحقيقيه ان الشخص ده لما ما عرفش يسحب الحواله اتعمل سوق سودا، يعني خلى حد اللي بعت له الحواله يديها لحد هنا بالعمله مصري، وحد قريب الشخص المصري ده يدي للشخص الاوروبي ده في مصر الفلوس بالعمله المصري. وكده تمت المعاملة بنجاح بسوق سودا بسعر أغلى من اللي كان هيسحبه من البنك، وأنت كبنك واقتصاد ما استفدتش بمليم في المعاملة ولا تقدر تثبتها بنسبة 1% ولا تقدر تحاسبه عليها. والمشاكل دي ما بتنتهيش، ودايما لما يجيك حواله اتحداك انك مش هتواجه مشكله. يعني انا مره جات لي حواله قال لي اللي بعتها لك اسمه ثنائي. طب ايه المشكله؟ قال لك لا ده عربي ما ينفعش، لو اوروبي ينفع بالاسم الثنائي. طب تفرق ايه؟ طب هو شخص عربي بس معاه جنسيه اوروبيه، اه اثبت ان هو معاه جنسيه اوروبيه. طب اجيب لك صوره باسبوره الاوروبي، طب نضمن منين ان هو مش مصري ومعاه جنسيتين؟ ايوه طب كل دي ليه؟ يعني ايه المغزى من ورا التعقيدات دي؟ فكده في مشكله ومشكله رهيبه لازم يكون لها حل كرييتيف. ايه الحل الكرييتيف؟ ان اعلامي زي عمرو اديب يطلع يقول احوالات المصريين في الخارج بتقل ليه، اقفوا مع بلدكم بلاش السوق السوداء ما اعرفش ايه. كل ده مش حل. ولا حتى الناس اللي بتدخل في الكومنتات على المواضيع اللي زي كده يقول لك ايوه ما تقفوا مع بلدكم وقفوا مع الاقتصاد وما اعرفش ايه وبلاش السوق السوداء. انت لو مكان الشخص هتتعامل سوق سوداء. انت لما بيكون لك ابن بيدرس بره هنا ما بتعرفش تحوله من خلال البنك، بتخلي حد هنا يديله بالعمله وتدفع انت في مصر بالمصري، مع انك ممكن تشتري هناك في مصر بالسوق السوداء اغلى بس مش قدامك غير كده. ولو العكس وانت هنا وبتحول لاهلك بتخلي حد يديهم بالمصري وبتدفع هنا بالعمله عشان فرق العمله، وبتاخد في مصر اكتر، بتاخد سوق سوداء اكتر من لما البنك هيديك سعر العمله. والمشكله دي طول عمرها اللي بيعاني منها المواطن، بس حاليا اللي بيعاني من المشكله دي الاقتصاد. المواطن مرتاح وبيحول سوق سوداء وهو المستفيد، الاقتصاد هو اللي تعبان. طب انا هقول لك على ثغره تانية اكبر ووريني هتحلها ازاي. عندك 99% من اليوتيوبر اللي في مصر بيقبضوا على حساب باي بال بالدولار بره وبيبيعوا الفلوس بره سوق سودا وبيقبضوها في مصر بالمصري بسعر السوق السودا اغلى من البنك. طيب هو عنده حق؟ اه عنده حق، وانا لو مكانه هعمل كده. لان الفلوس بتجيله على البنك بيتخاصم منه نسب تحويل مهوله وبياخد العمله برخص التراب، وساعات الحواله بتاعته بتتعلق وبتتحط في خانه اسمها اموال مجهوله المصدر. ده غير ان دلوقتي كمان مطلوب منه سجل تجاري عشان يقدر يسحب حوالاته من البنك لو هو عامل على حساب مصري. طب ازاي يا عم؟ ده المنصه اللي انا برفع عليها المحتوى مش مصريه، والتليفون اللي انا بستخدمه مش مصري، ومعدات التصوير اللي انا بستخدمها مش مصريه. بتاخد ضرايب ليه؟ عشان انا مصري؟ انا مش ضد ان الدوله تاخد حاجها. انت لو عايز تاخد ضريبه على اليوتيوبر خد منه ضريبه، بس اعمل له تسهيلات. يعني خليه يستورد معدات تصوير من غير جمارك، سهل عليه عمليه التصوير في الشارع. طبعا انت هيجي في بالك دلوقتي ان انا بتكلم على اليوتيوبر بدافع عنهم، بالعكس هم مشكلتهم محلوله، بيحاولوا بره وبيقبضوا الفلوس بالسوق سودا اغلى. بس انا بتكلم انت كدوله عشان تستفيد منهم سهل عليهم. يعني ده الامارات بتدي المنشئين المحتوى اقامات ذهبيه، انا مش بقول لك اعمل كده بس سهل عليهم الدنيا شويه. وهم وغيرهم، يعني اي فئه بتقبض بالدولار او اي فئه من المغتربين اللي بيحولوا فلوس، انت من مصلحتك انك تسهل عليه مش انك تعجدها. لان هو في الاخر ما بيحتارش، هو بيشوف له مخرج سوق سودا بقى اي طريقه على حساب اجنبي ما اعرفش ايه، وانت كاقتصاد مصري ما بتستفادش منه بحاجه. وقصه الشعارات واعلاميين والناس يقول لك لا يقفوا مع البلد وما اعرفش ايه، انت نفسك لو مكانه هتبعت سوق سودا.